اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عزيزي المشاهد، اتعلمنا قبل كده أشياء مهمة جدا عن حاجة زي الابستراكشن، وإنه ممكن نخلي البرنامج يعمل ايرور لو ما عرفناش دوال معينة في الكائنات اللي هم الأبناء اللي هي بتورث من كلاس أب. ولكن عزيزي المشاهد، ودي نقطة مهمة، ما ينفعش نسيب الكود يطلع ايرورز مع نفسه كده، لأن واحدة من ضمن الطرق اللي الهاكرز بيخترقوا بيها الأنظمة أو السوفت وير عامة هي الايرورز. فلازم نتحكم ونسيطر على كل الايرورز لما تظهر، بدل ما توقف البرنامج بشكل تلقائي او بشكل مفاجئ وتنهيه. نخليها تعمل اشياء تانية احنا عايزينها، او على الاقل لو ظهر ايرور ومش هنعمل فيه اي حاجة، نبقى على الاقل عارفين هيظهر امتى وهيظهر ليه من قبل ما يظهر. مش بس نلاقي الاخطاء دي، كمان هنصنع اخطاء خاصة بينا احنا. باختصار، الحلقة بتاعت النهاردة عزيزي المشاهد هتكون عن اكتشاف الاخطاء try and exception. تخيل عزيزي المشاهد ان انت بتعمل وظيفة بتاخد رقمين تقسمهم على بعض. مثلا تخيل معايا ان A هتساوي 6، B هتساوي 2، ومثلا result هتساوي 6 هتساوي A على B، وبعد كده بنعمل print للريزلت. طبعا يعني برنامج بسيط جدا، يعني بيعمل اسم رقمين عادي وثلاثة ايزي، يعني الوضع فاهم قصدي. وممكن طبعا نخلي المتغيرات دي بتاخد القيمة من المستخدم، يعني نعمل integer input enter the first number، وننزل تحت نعمل نفس الموضوع، نطلع فوق كده الكلام ده كده، وننزل تحت نعمله paste، بس هنا بدل first هتكون second بالشكل ده كده. ونفس الوضع لو جينا نشغل البرنامج وادينا له 6 بعدين 2 هيطلع لك 3. واحدة من المشاكل الشائعة هي ان المستخدم ممكن يدخل قيمة، مثلا يدخل 6 بعدين القيمة التانية تكون 0. عزيزي المشاهد، احنا طبعا عارفين رياضيا من المحرمات انك تقسم على 0. حاجة زي كده ما تنفعش، فاهم قصدي؟ ما ينفعش نقسم رقم على 0، هتكون قيمة غير معرفة. ولما احنا شغلنا الكود، ويعني لما ادينا له 0، هتلاقي ان هو طلع لك ايرور اسمه zero division error. او لو عملنا لستة معينة بارقام معينة او خيارات معينة، وعايزين المستخدم ياخد واحدة من الارقام دي او من القيم دي بس، ايه اللي هيحصل لو المستخدم اختار رقم او قيمة مش موجودة في الليستة دي؟ ساعتها البرنامج لو عمل خطأ من نفسه او لو ما عملش، ففي الحالتين ده مش صح. عزيزي المشاهد، واحدة من ضمن الطرق لفتح ثغرات في التطبيقات هي من خلال الايرورز، لان حضرتك لما بتعمل ايرور في نص البرنامج ده بيفتح ثغرة في الميموري، لان القيم اللي بيكون البرنامج يعني على مدار الكود في حاجات بتتخزن في الميموري. ففكرة ان انت تعمل ايرور في نص الكود ده بيفتح ثغرة في الميموري، انه الشخص ممكن يدخل جوه الميموري ويشوف ايه الحاجات اللي كانت بتتخزن. ولو ما كانش البرنامج هيعمل ايرور من نفسه، فاحنا عايزين نخليه يعمل ايرور معين في حالة معينة احنا اللي بنتحكم بيها، ونخلي الكود كمان يتصرف بطريقة معينة لما الايرور اللي احنا صنعناه يظهر. الحاجات دي كلها لغة زي بايثون أكيد بكل تأكيد بتغطيها، وبعد شوية هنعرف إزاي ممكن نكتشف الأخطاء ونخلي الكود يتصرف على أساسها، وكمان نصنع أخطاء جديدة مش معروفة للكمبيوتر أصلا. بس في الأول، قبل ما نعرف إزاي ممكن نكتشف الأخطاء ونصنعها والكلام ده كله، لازم نعرف إيه هي أنواع الإيرورز في بايثون، او على الاقل هناخد 3 انواع مشهورين ممكن جدا تواجه يعني سعادتك. اول نوع وهو الزيرو ديفيجن ايرور، وده بكل بساطه بيظهر في حاله ان حضرتك قسمت قيمه معينه على 0، واللي هي ساعتها بتكون undefined، يعني قيمه غير معروفه. طبعا اقرب مثال هو المثال الحالي، ان احنا لما قسمنا على 0 هتلاقي نوع الايرور اللي ظهر هو زيرو ديفيجن ايرور. النوع الثاني من الايرورز هو value error، وده بيظهر لما حضرتك بتحاول تسند او تدي متغير من نوع معين قيمة أو value نوعها مختلف عن نوع المتغير ده. إزاي الكلام ده؟ تعالى نتخيل إن إحنا حاليا في نفس الكود بتاعنا، في نفسه هنشغله. في الكود بتاعنا بعد ما المستخدم بيدخل القيمة، طبعا هي بتكون string، فهنا بيحصل لها عملية integer، إن هي بتتحول لرقم، لأن الرقم اللي أنا مدخله بيكون عبارة عن string عشان أعرف أعمل عليه عمليات حسابية. فالفكرة هنا إن إحنا افرض دخلنا حروف، ساعتها لو دوسنا انتر هنلاقي انه في ايرور ظهر، وهو value error اللي احنا بنتكلم عنه، لانك حاولت تسند لمتغير قيمة نوعها مختلف عن النوع اللي المفروض المتغير ده يشيله. يعني المفروض ان المتغير ده يشيل قيمة integer، انت حضرتك ما اديتلوش اي رقم علشان يقدر ان هو يحوله، ما اديتلوش قيمة ممكن هي تكون integer، فهنا بيكون نوع الايرور هو value error. النوع الثالث من الاخطاء هو type error، وده بيظهر
لما بتحاول تعمل عملية معينة على قيم ما تنفعش للعملية دي. ازاي الكلام ده؟ زي انك بتحاول تعمل عملية جمع لقيمتين ما ينفعش ان انت تعمل عليهم العملية دي. تخيل معايا ان احنا عندنا المتغير اللي هو ايه مثلا بيشيل قيمة 6، تمام. المتغير B مثلا نخلي المتغير B بيشيل قيمة string، نخليه بيشيل مثلا أحمد أيا يكن، وجينا جربنا إن احنا نعمل عملية طبع ل6 زائد أحمد. فطبعا حاجة زي كده مش هتنفع لأن طيب ايرور، انت بتعمل عملية جمع ما بين string وانتجر، حاجة زي كده ما ينفعش تعمل عملية حسابية على قيمة string. ده بالظبط هي فكرة التايب ايرور. فالفرق ما بين التايب ايرور والفاليو ايرور ان التايب بتبقى في العملية ذات نفسها، ولكن الفاليو بتكون في المتغير ذات نفسه او في القيمة ذات نفسها. مثال تاني هو الجذر التربيعي لعدد سالب. ما ينفعش تعمل جذر تربيعي لعدد سالب. اوكي انا ما بتكلمش على الاعداد التخيلية، انا بتكلم في المجمل في الاعداد الطبيعية مفيش جذر تربيعي لعدد سالب. اوكي في انواع تانية من الايرورز ولكن دي الاشهر، او خلينا نقول اللي ممكن تكتفي بيها علشان تفهم الحوار. طيب علشان بقى احنا نقول للبرنامج بتاعنا اتصرف بطريقة معينة لما خطأ معين يظهر، يعني بدل ما يوقف البرنامج من شوية احنا عايزينه عادي يكمل يعمل حاجة معينة ويكمل البرنامج بشكل طبيعي، بدل ما يوقف البرنامج بشكل مفاجئ ويطلع بره ممكن يعمل حاجة مختلفة. هنا عندنا 2 keywords، كلمتين مفتاحيتين مهمين جدا جدا. اول واحدة وهي try لما بتتحط في الكود، قطعة الكود اللي بتكون جوه السكوب بتاع تراي، انت هنا بتقول للكود اعمل تشيك على القطعه دي من الكود اللي هي بتكون ساعتها جوه السكوب بتاع تراي، شوف الاول هتشتغل صح ولا لا. مثلا تعال نجرب نعمل تراي، طبعا بتعمل تراي وتعمل النقطتين وتنزل علشان تكون في السكوب بتاع تراي. تعال مثلا نعمل انه الاي هيساوي انتجر ونفتح اقواس، نعمل input enter a number، وبعد ما تعمل تخزن القيمة في المتغير اللي هو A، عايز نطبع نقدر نقول الباور بتاع ال A، فهنعمل print ل A ضرب 2. الفكرة دلوقتي ان احنا لو شغلنا البرنامج هتلاقي ان هو بيطبع لك ايرور، في syntax error. ليه بقى syntax؟ لان حضرتك لازم تقول له هيتصرف ازاي لو التشيك ده لقى انه في ايرور، يعني عمل كاتش لاي ايرور حصل، فلازم تضيف حاجة بعد try وهي accept بتقول له لو في ايرور حصل في الجزء بتاع السكوب بتاع تراي نفذ اللي هيحصل في الاكسبت. فحضرتك بتعمل accept مثلا print، ممكن تقول له error مثلا enter a proper value بالشكل ده كده. فحضرتك دلوقتي لو جينا نشغل الكود ودخلنا مثلا خلينا نقول 6 هيطبع لك 36، ولكن تعالى معايا نتخيل ان احنا هندخل قيمة مش رقم اصلا، فتكون مثلا th اي حاجة ودوسنا انتر هنلاقيه نفذ اللي جوه accept error enter a proper value وكمل الكود عادي. يعني مثلا تعالى لو جينا هنا وعملنا طباعة مثلا print done علشان نقول ان البرنامج خلص، وجينا شغلنا الكود وكتبنا اي كلام طبعا مش رقم ودوسنا انتر هنلاقيه طبع الايرور وعمل done. فهو فعليا كمل الكود عادي بشكل طبيعي، ولكنه نفذ الكلام ده لما لقى ايرور في الجزء ده من الكود. في بقى حاجة لازم تعرفها، تقدر تكتب هنا كده يعني بعد accept تقدر تكتب مكان جنب الاكسبت نوع الايرور اللي تحديدا انت عايزه يعني يكتشفه، او ان هو لو كان اكتر من نوع ايرور انت عايز تقول له اعمل حاجة مختلفة. مثلا تعال نتخيل ان احنا عندنا بدل ما بيعمل الكلام ده عايزين نقوله مثلا انه accept value error. لو لقيت value error في الجزء بتاع try، يعني لو انت ماشي في السكوب بتاع try ولقيت value error ساعتها نفذ الجزء ده كده اللي هو accept value error. بتقول له لو كان في value error نفذ الكلام ده، وساعتها ممكن نقول له هنا error enter a proper value. لو عملنا قيمة تانية اللي هي integer input enter a number، وجينا هنا عايزين نعمل عملية هتكون result هتساوي a على b. احنا لو جينا شغلنا الكود لو دخلنا مثلا 6 القيمة التانية عملناها text، فساعتها هيلاقي فعلا انه في value error، فيلاقي انه انا عامل له هنا accept value error اطبع الكلام ده. ولكن دلوقتي لو شغلنا الكود وجينا مثلا عملنا 6
القيمة البدائية هتكون 0. except هنا ما اشتغلتش، except هنا ما اشتغلتش. ليه؟ لأن احنا مخصصين نوع معين من الايرور هيتصرف بناء عليه الكلام ده. طيب تعالى بقى نتخيل ان احنا عايزين نعمل كمان نوع يكتشف الزيرو ديفيجن ايرور. فبكل بساطة بتيجي هنا تعمل accept zero division error، ساعتها بتطبع حاجة مختلفة، بتقول له you can't divide by zero. فاحنا فعليا بنخصص الايرور، بنخليه يقول له لو كان value error ساعتها بتقول له دخل قيمة مناسبة، لو كان في زيرو يعني عملية قسمة بتزيرو يعني 6 على 0 ساعتها بتقول له ان انت ما تقدرش انك تقسم على 0. فساعتها لو شغلنا الكود ادينا له 6 القيمة التانية كانت 0، هتلاقي ان هو طبع الرسالة او يعني نفذ اللي هيكون في الجزء ده من الكود، لان احنا دخلنا الرقم التاني 0. ممكن بقى تعمل حركة احسن شوية، وهي انك بدل ما تقعد تكتب انواع الايرورز وتعمل بقى لكل ايرور نوع معين، ممكن تختصر الكلام ده في حاجة بسيطة جدا، وهي انك تكتب except exception as e، بتعمل هنا بعدين print للإي. ايه بقى الكلام اللي احنا عملناه ده؟ حضرتك لما بتعمل except exception هي عبارة عن class built in في بايثون معمول already، حضرتك بتستخدمه علشان بتكتشف الخطأ ايا كان هو ايه، ايا كان سواء بقى value error type error ايا يكن، بتخزنه في e. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بتاخد الايرور تشوف المسج بتاعته تخزنها في الاي، بعد كده بتطبع الاي. فلما بتقول له exception ايا يكن بقى الاكسبشن سواء كان بقى value error type error، بتخزنه في e as e، دي كده بتاخد المسج بتاعت الاكسبشن وتخزنها في الاي، بتقول له print للاي او ليا قيمه المسج بتاعت الايرور. فدلوقتي لو شغلت الكود ودخلت له مثلا 6 بعدين 0، هتلاقي ان هو division by 0، قال لك انه لا في عمليه division by 0 وكمل الكود عادي من غير ما يقول لك حاجه. لو جينا بعدين عملنا 6 المره دي ما دخلناش 0، المره دي عملنا قيمه تكست، ساعتها هيطبع برضو المسج بتاعه الاكسبشن عادي جدا. فالفرق ما بين الاكسبشن وانك تسيبها كده هو انك ممكن تطبع المسج بتاعه الاكسبشن يعني ايا كان نوعه. فانت ممكن بدل ما تكتب ايرور تعمل جمله ثابته لكل انواع الايرورز ايا كانوا هم ايه، لا انت هنا بتخصص المسج بتكون على كل نوع اكسبشن لوحده. فممكن نقول ان انت لو انت مثلا عايز تقول للمستخدم انه في ايرور في الموضوع، عايز تقول للمستخدم انه في ايرور في الموضوع، ممكن تستخدم اكسبشن. ولكن لو عايز بقى تتصرف مع كل نوع ايرور لوحده، يعني مش عايز بقى تقول للمستخدم بس لا انت في حاجات هتحصل، فساعتها ممكن انك تحدد له او ممكن تكتب للكود نوع الايرورز تحديدا. ممتاز جدا، عرفنا انواع الاخطاء الموجوده وازاي ان احنا نقدر نتصرف تصرف معين لو ظهر. دلوقتي بقى ازاي انا ممكن اطلع ايرور في قطعه من الكود حتى لو تقنيا مفيش ايرور. مثلا انا مش عايز المستخدم يدخل رقمين شبه بعض، انا كيف كده انا مش عايز المستخدم يدخل رقمين شبه بعض، فممكن اعمل حاجه زي كده ازاي؟ فازاي ممكن اقول للكود انه لما المستخدم يدخل قيمتين شبه بعض اعمل ايرور؟ ازاي بقى نعمل الكلام ده؟ ممكن نيجي بعد ما المستخدم يدخل رقمين ونعمل if statement انه لو ال a plus plus b، يعني لو كان ال a بتساوي b فممكن نعمل raise. فهنا عايزين نطلع الايرور، عايزين نخليه يحصل ساعتها. ازاي بقى بنعمل حاجه زي كده؟ من خلال كلمه مفتاحيه keyword اسمها raise نقدر نكتب بعديها نوع ايرور نخليه يطلع في حته دي من الكود. اول ما يوصل الحته دي من الكود لو الشرط ده اتحقق فبيعمل ريز لايرور معين. ممكن مثلا نديله اي ايرور، ممكن نخليه مثلا value error. ففعليا انت بتقول له ان هو لو كان الاي بتساوي البي اعمل ريز للفاليو ايرور اللي هو نوع من انواع الايرورز. وبالفعل انت حاليا لو شغلت الكود دخلت 6 بعدين 6 هتلاقي ان هو عمل فاليو ايرور وما كملش القطعه دي كده، يعني ما نزلش عمل برنت ولا عمل ريزلت ويكمل الكود. في ناس لاحظت انه عمل برنت لقيمه فاضيه، ما كانش فيه مسج. ليه بقى الكلام ده؟ هو فعليا ما فيش فاليو ايرور، ولكن احنا هنا زي ما بنقول كده بنقول للبرنامج بص اعمل ايرور وخلاص. فاهم الفكره؟ هنا بقى تيجي مشكله. طب انا دلوقتي لو انا عايز اصنع ايرور خاص بيا يكون ليه مسج ويكون ليه كل الكلام ده، ما احتاجش ان انا اعتمد على نوع ايرور تاني مثلا. فاهم الفكره؟ ان انا اخلي ايرور مخصوص لو قيمتين شبه بعض ظهروا يكون هو مخصوص بيهم. ازاي بقى حاجه زي كده؟ ازاي انا اصنع ايرور؟ فهنا بقى يجي دور الكلاسز والاوبجكتس اللي احنا بنتعلمها. ممكن نعمل هنا كده كلاس اسمه مثلا equal values بالشكل ده كده، ونفتح اقواس. ليه بقى فتحنا اقواس؟ اكيد طبعا اكيد انت توقعت ان احنا هنورث من كلاس معين. الكلاس اللي احنا هنورث منه هو exception.
في الحقيقة عزيزي المشاهد هو اكسبشن ده يعتبر هو الكلاس الاب لاي ايرور موجود هنا. الفاليو ايرور اللي انت شايفه حاليا هو فعليا واخد من الاكسبشن. اي ايرور انت هتعمله لازم تورث له الاكسبشن، لانه الاكسبشن دي يعتبر هي دي الايرور العام او كلاس الايرورز بشكل عام. جوه الايكوال فاليوز هتعمل init ونكتب سيلف عادي جدا. هنعمل برضو مسج، المسج دي هي هتكون المسج الخاصة بالايرور. وجوه الانت هنعمل super دوت الانت وهتكون شايلة قيمة المسج. انا هشرح لك دلوقتي كل اللي احنا عملناه ده عملناه ليه وكل الكلام ده، بس خليك معايا بس. شايف عزيزي المشاهد الاكسبشن ده هو عبارة عن كلاس. الكلاس ده في الحقيقة هو ممكن تديله مسج خاصة بيه. ازاي الكلام ده؟ يعني ممكن نعمل ريز لاكسبشن الكلاس الاب نفسه، ونفتح اقواس نديله مسج يطبعها. ممكن نقول له هنا equal values، ولو شغلنا الكود ان له 6 و6 هتلاقيه طبع الرساله اللي انا اديتها له. ففعليا انت بتعمل هنا نفس الموضوع بالظبط، بتقول ل equal values ان القيمه اللي هتكون مسج دي اديها القيمه اللي هي مسج. هتروح للسوبر اللي هو اكسبشن وتقول له ان المسج بتاعتك هتكون عباره عن المسج اللي انا هديها للكلاس الابن. فانت فعليا هنا ممكن تجيب الايكوال فاليوز اللي هو الايرور اللي احنا عملناه دلوقتي وصنعناه وتديله المسج equal values، وساعتها برضو هتلاقيه عمل نفس الحاجة. لو جينا هنا دخلنا 6 و6 هتلاقيه طبع المسج بشكل اعتيادي. وخد بالك هنا لو انت مركز في الحوار هتلاقي ان احنا بنتعامل مع الكلاس بشكل مباشر. ودي بالمناسبة حاجة جديدة شوية، لان احنا كنا قبل كده بنعمل كلاس نعمل له objects، بعد كده نبدأ نتعامل مع الاوبجكتس بشكل مباشر، ولكن ما كناش بنتعامل مع الكلاس بشكل مباشر. هنا لا، لما انت بتعمل ريز لايرور بتعمل للكلاس بشكل مباشر. الميزة بقى في ان احنا نعمل ايرور كلاس جديد ونخليه يورث من اكسبشن بدل ما نكتب على طول هنا اكسبشن ونديله مسج، ان احنا هنا ممكن نعمل حاجات زيادة تحصل في الكلاس، زي انه مثلا يعمل برنت بجمله بعد ما يطبع المسج يعمل برنت الحاجه زياده، زي مثلا نعمل داله جديده printing يعني يكن ونديله السيلف نخليها تعمل برنت ل try to use different values مثلا، ونخليها تستدعيها في الانت. اول ما الاكسبشن ده يظهر نخليها ان هي تستدعيها في الانت عادي، فنقول له self dot printing بالشكل ده كده. فبيكون في تخصيص اكتر لما احنا بنعمل كلاس خاص بينا اللي هو equal values، نقدر نضيف functions زيادة ونقدر ان احنا نعمل سلوك معين الكود يتبعه لما الاكسبشن ده كده يظهر. مش بس ان هو كمان يعرض مسج، نقدر نعمل ايرورز مختلفة، زي مثلا ان احنا ممكن نعمل ايرور خاص بقاعدة البيانات الداتابيز مثلا ونخليه برضو ياخد من اكسبشن ونعمل ايرور معين خاص بيه هو. فبدل ما احنا بنستخدم اكسبشن على طول وبس نطبع المسج، لا احنا بنخليه كمان يعمل سلوك معين في الكود، في كود بيحصل. فاهم الفكرة؟ في behavior معين الكود بيعمله مش بس مجرد مسج. فحاجة زي كده طبعا هتكون مهمة. هندلة الأخطاء هي واحدة من الحاجات المهمة جدا. طبعا ده مش معناه ان انت لازم تعمل حاجة زي كده، يعني مش لازم، ولكن بدل من ان انت تقعد تستخدم اكسبشن على طول وتديها بس المسج، لا انت بتخليه يتصرف بطريقة معينة مع كل نوع ايرور، مش بس يعرض مسج، يعني بتخلي الايرور كده هو يتصرف مع نفسه. فبس فعليا هو ده كل اللي انت محتاج تعرفه حاليا عن الايرورز كبدايه. ده اللي انت لازم تعرفه عن الايرور والهاندلنج ايرور والكلاس، وانك تعمل كلاس له علاقه بالايرور والكلام ده. فبس سلام.